بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. بسم الله ما شاء الله. البيت بتاع الباشمهندس احمد، اخو الباشمهندس خالد، اخواتي واصدقائي وعشرة عمر من سنين. ده الشغل 4 سنتي فردي درج فقط. انا مصور الشغل من قبل ما يطلع مرحلة مرحلة بإذن الله، أبقى أتابع بيها مع حضراتكم للي عايز يستفاد، للي بيختار. والفيديو كان متصور بقاله فترة، بس المكالمة اللي شجعتني ان انا اعمل فيديو استاذة فاضلة، انا معرفش حتى اسمها، جابت رقم من على اليوتيوب وكلمتني على الواتس وعلى التليفون. كانت بتستفسر في تفصيلة كده، والحمد لله افدتها بما يرضي الله، والحمد لله كلامي طلع مظبوط واتنفذ، وبفضل الله يعني ايه، هي شكرتني اكتر من مرة، ربنا يبارك في عمرها. المكان طبعا في قلب كفر الزيات بلدي. هي الفكرة في ايه، ان انا بصور مراحل الشغل، بس الظروف اللي عدت ما كانتش مخليه الواحد اصلا، ما عدتش، هي الظروف متهببة على اخواتنا في فلسطين، ربنا يسر الحال. الدرج بفضل الله، هنا التصوير عشان ما نشتش على الموضوع، هنا انا بصور الدرج عامل ازاي، يعني التركيب عامل ازاي. التصوير اللي انا بعمله ده كده الفني اللي بياخد باله ان الدرج ده متركب صح ولا ايه. المواصفات العامة بتاعت الدرج ده انه فيردي، جرانيت مصري، سمك 4 سنتي، القايم 2 سنتي. عرض الدرجة انا عملته 32 صافي، 30 بعد ما احط القايم. انا هنا بصور من الدور السادس علوي، وانا نازل بسم الله ما شاء الله، لمعة انا ماليش يد فيها، اللمعة تمام. محدش يقدر يقول ان انا بلمع جرانيت، او مفيش الكلام ده، الجرانيت بيتلمع بمكنه آلي. كان طلب الباشمهندس ان احنا نخلي الفرمله يعني تتعمل، عشان انا بحب، انا مش محبي الفرامل، لأن انا مش من محبي الفرامل، بس دي اذواق. الشغل بسم الله ما شاء الله يعني بيتكلم عن نفسه. وانا في الفترة اللي جاية ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هصور التنفيذ بمراحله كلها. دي كانت اول مرحلة، مجهود شبه فردي، مش هتكلم اكتر من كده. الحمد لله كان معايا عامل يعني، وربنا اكرمني وعملت الشغل. ولسه في شغل تاني برضه، وبرضه الشغل هيبان ان هو ايه، شبه مجهود فردي يعني. تمام. الدرجة وانا كده بنزل وبصور الرملة دي، دلوقتي انا ركبتها ارضيات، وان شاء الله في مرحلة الحوائط دلوقتي، واحدة واحدة. حتى السيراميك ده هوت، يعني السيراميك ده كان سبب في فتحان ايدي 3 غرز. بركن على الشكارة كده بعد ما كسرت الباستا اللي هي البورسلين ديت، لان هنعمل جرانيت كل واحد في البيت. والله ركنت بايدي كده، ربنا اراد واشاء يعني، ايدي اتفتحت. الكلام ده الحمد لله انا خفيت منه يعني. أه بسم الله ما شاء الله. الخامة اللي انا جبتها راضي عنها بنسبة 100%، ولو في اكتر من 100 هقول. الخامة 4 سنتي كاملة، وممكن يكون ازيد. الدرج بيسلم لبعضه، وده هبقى اشرحه اكتر في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، وربنا ييسر الحال. ويا رب يكون عرفت اوصل ولو معلومة بسيطة، والشكر موصول لكل حد اتصل بيا وكان هو بيثق في كلامي، والحمد لله بفيد اي حد بيكلمني بفضل الله يعني. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.